السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده بقى كده نحط قبل اي حاجة نصلي على سيدنا محمد. ثانيا نحط لايك جميل كده، واللي مشتركش في القناة سريع سريع كده يضغط على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، يفعل زر الجرس. ويلا بينا بقى نعرف احنا هنعمل ايه او بنعمل ايه في المشروع بتاعنا الجديد ده طبعا. يعني ممكن بقى واحدة لو عايزة تستغل الفكرة دي او التجربة دي وتفتح بيها مشروع، ده هنعرفه يعني مع بعض في الفيديو. احنا بقى بنعمل ايه؟ طبعا احنا هنا بنعمل دوني معطر ملابس زي ما شفتوا كده، عملته في البيت واحتفظت فيه بالقارورات اللي هي الكبيرة دي للاستخدام بقى. اللي عايز بقى يفتح بيه مشروع كده طبعا هتضعف في الكمية، هنعرف هنعمله ازاي وكده. هنا معايا الازازة اللي هي الصغيرة دي لقد ازازة الدواء دي، ده المادة الخام اللي معايا. ومعايا هنا 8 لتر من المية، 8 لتر مية. هنا نجيب طبق كده غويط. انا هنا عندي العجانة ديت جبتها انا معايرة في القارورات اللي معايا دي 8 لتر من المية. الازازة الصغيرة الخام بتتحلل في 8 لتر. الاول حطيت شوية مية كده، وابدا ان انا ارج الازازة دي شوية، يعني ارجها كويس كده لانها بتبقى ايه مركزة. احط بس شوية واقلب. طبعا هي هتدينا يعني هتاخد معانا غلبة شوية في التقليب لانها عاملة زي النشا. يعني انا مفكرة ان هي هتبقى مثلا حاجة سايلة واقلب وخلاص، لا، هي اما بنفض من الازازة كده والمادة الخام اللي في الازازة يعني نحط منها على المية بتعمل تكتلات كده. فاحط بقى شوية مية صغيرين على شوية من الازازة اللي هو الدوني الخام ده او المعطر الخام ده، وابدأ ان انا اقلب. طبعا انا هنا استعملت المعلقة الخشب، لقيتها مش جايبة نتيجة، استخدمت ايديا. شايفين معجن في المعلقة ازاي؟ هبدأ ان انا اعمل بايدي. هحاول وانا بقلب كده ان اي كتلة امسكها يعني يعني افركها بايديا كده، وازود مية واحدة واحدة. الموضوع بصراحة كان متعب كده في الاول، بس ده عايز المضرب اللي هو الكهرباء، مضرب البيض، كان هيجيب نتيجة حلوة معايا في البتاع ده، في خفق المادة دي يعني مع المية او التكتلات اللي بتعملها دي. فانا طبعا النور كان وقتها قطع، فجبت المضرب برضو اللي هو الاستريك. انا فضلت شوية ازود بالازازة وازود شوية مية وازود، بس بصراحة كانت حاجة لخمة. فشطفت ايدي كده، بس طبعا كل اللي كان في ايديا نزلته في الطبق. انا ما رحتش غسلت ايدي باللي عليها لان يعني خسارة، لان ده المادة الخام فمش عايزين نهدر من اي نقطة معانا. جبت بقى المضرب اللي هو السيليكون ده او السلك او اي حاجة، المضرب اللي هو اليدوي. حاولت يعني هو ده بصراحة يعني اللي جاب نتيجة افضل من ايدي ومن المعلقة الخشب، لان البتاع كان بعجن في المعلقة الخشب وفي ايديا طبعا مش متملكة قوي. فلا، المضرب السلك ده حلو، ولو الكهرباء يبقى افضل وافضل. فواحدة واحدة كده ازود شوية من الدوني ده، من المعطر ده، وشوية مية. يعني مش بنحط ده على ده مرة واحدة، لان زي ما انتم شايفين هو عامل معانا ايه. المهم بقى جيت هنا كان باقي شوية صغيرين في الازازة، فقمت جايه ملياها مية. قلت ايه ان انا ارجها وينزلوا وكل بقى المعطر اللي في الازازة ينزل بقى مرة واحدة. فللأسف ده عجن معايا في الازازة اكتر. شايفين هنا بقيت احط مية وارجها، وان انا انزل اللي في ارضية الازازة، لا مسك بقى اكتر. طب هنا بقى نعمل ايه؟ ده برضو خد مننا غلبة شوية. هو ده يعني للي اول مرة يعمل، انا يعني بعرفكم ايه احنا بنعمل ازاي، وايه اللي ممكن نتخطاه يعني. لان دي كانت اول مرة بصراحة ان انا اعمله، فما كنتش اعرف ان هو هيكلكع معايا كده في الازازة من جوه. ان انا لما احط فيها مية كنت مفكرة ان هو مثلا زي اي حاجة كده، هتحطي فيها شوية مية وترجيها وهينزل معانا على طول. لا، ده عجن اكتر. فهنا قلت عادي اكمل اللي انا بعمله. زودت كل بقى كمية المية بتاعتي، وقلت بقى اتفرغ للازازة دي. شايفين بحاول برضو ان انا يعني افككها، بس ما كانش فيه برضو فايدة. فعملنا ايه؟ جبت عصاية كده زي اللي هي عصاية الايس كريم،
وحاولت برضو ان انا يعني انحت بيها او اجيب بيها كل الكلاكيع بقى اللي احنا سببناها جوه دي. بس برضو هي شالت معايا كتير، بس لا مش ده اللي انا عايزاه. رحت جايه مسخنه سكينه صغيره كده على النار. انا عندي اصلا السكينه دي ببقى استخدمها لكده، عاملاها مخصوص للحروقه اي حاجه على النار اقص بيها حاجه. سخنت السكينه وقمت جايه قطعه الازازه نصين. قلت انت مش هيجيب معاكي غير كده، مفيش حاجه هتجيب نتيجه الا كده بقى، ان انا اقوم قاسمه الازازه نصين واطلع انا بقى كل اللي فيها. كان فيها على فكره حاجات كتيره قوي يعني. انا كنت مفكره، قلت لا ده شويه تلاحيس صغيره كده في الازازه، لا ده طلع فيها كميه تمام. المهم بقى نزلتها كلها وكملت بقى تقليب بالمضرب. فضلت اقلب يعني شويه حلوين لغايه ما كل التكتلات دي فكت والميه ربطت كده معانا، بقت حاسه ان هي مديه على مهلبيه كده، لان زي ما قلت لكم الماده الخام دي حاجه كده عامله زي النشا، مجرد ما بنحطها في الميه بتبقى عامله زي النشا. فنقلب نقلب كده لغايه ما كل التكتلات دي تفك. القوام، معلش انا المقطع ان انا بوريكم فيه قوام المعطر عامل ازاي. تقريبا ما كانش اتصور او انا نسيت اصوره مش عارفه. بس باين قدامنا اهوت. فالمهم بقى جبنا القارورات بتاعتنا وبالقمع كده طبعا، يعني عشان ما نبهدلش الدنيا يستحسن يكون معانا قمع، وبالمغرفه كده نحتفظ بيه بقى في القارورات دي. على فكره حاجه سهله وموفره وريحته حلوه قوي، خلاف اللي الواحد بيجيبه من بره بتاع العربيات ده، او اللي هو اللي بيبقى السايب، مثلا واحد يجيب لتر 2 لتر كده. نادرا ان جه معطر حلو او ريحته حلوة او ريحته ثابتة. يعني مرة الواحد بيجيب معطر ريحته حلوة وعده بقى عليها 10 مرات اي كلام. فده حلو، قوامه حلو، انت تقدري تتحكمي في قوامه. بدي معاكي كمية حلوة. عايزة تزودي عن 8 لتر ممكن هنلعب في 9 لتر. نعم. كده يعني. طبعا لو حد بقى يعمل مشروع، انتوا بقى تحسبوا وتقدروا. هي الازازة الخام دي كانت عاملة 45 جنيه، كانت ارخص من كده، كانت ب35. بس طبعا مع الغلو كده الازازة الخام دي ب45 جنيه عملت معايا 8 لتر من الدوني. وبس كده. وادي فيديو النهارده. طبعا كل اللي هيشوف الفيديو اللي هيقول لي سلفيني شويه ولا اعرفكم، انا اديتكم الفكره، واللي عايز الازازه اجيب له الازازه، ولا حد يقول لي هات اما اجرب، ولا حد يقول لي ولا اعرفكم. عايزين ازازه اجيب لكم ازازه، عشان انا عارفه ان انا بعد الفيديو ده هيتشحت نص اللي انا عملته ده. فاللي عايز نجيب له الماده الخام واشتغلوا انتوا بقى ايه مع نفسكم كده. وبس كده فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك، اهم حاجه اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واشوفكم على خير، استنوني فيديوهات تانية جديدة. مع الف سلامه.